في صف جميل تملأه الرسومات والألوان الزاهية. وقف تيم وجنى أمام السبورة، وقد بدت على وجهيهما علامات الحماس، فقد حان دورهما لجرح درس الهندسة بطريقة ممتعة ومختلفة عن المعتاد. هل أنت مستعدة يا جنى؟ اليوم سنقوم برحلة شيقة بين أنواع الخطوط الهندسية. بالطبع مستعدة، سمعت أن هناك خطوط عجيبة وممتعة وأنا متحمسة لرسمها معك. لنبدأ بالمستقيم، فهو أطول الخطوط الهندسية، يمتد دون بداية أو نهاية كأنه طريق لا ينتهي. أما نصف المستقيم فهو يملك نقطة بداية واضحة لكنه يمتد بلا نهاية، وهذه هي القطعة المستقيمة. إنها جزء صغير من المستقيم لها بداية ونهاية محددتان. انظري، هذا هو الخط المنحني المفتوح، ينحني ويستدير ولكنه لا يعود إلى نقطة بدايته. أما هذا فهو الخط المنحني المغلق، ينحني حتى يعود إلى موضعه الأول مثل شكل الدائرة. وهذا هو الخط المنكسر، يتغير اتجاهه في كل جزء، فيبدو كأنه سلسلة من القطع المستقيمة موصولة بزوايا. وهذه هي الزاوية، تنشأ عندما يلتقي نصفا مستقيم عند نقطة واحدة نسميها الرأس. ولكن للزوايا أنواع مختلفة، هي لنتعرف إليها. هذه هي الزاوية الحادة، قياسها أقل من 90 درجة وتبدو ضيقة جدا. وهذه الزاوية المنفرجة، قياسها أكبر من 90 درجة، لذلك تبدو واسعة ومنفتحة. أما هذه فهي الزاوية القائمة، قياسها 90 درجة تماما، وهي أشهر الزوايا في الأشكال الهندسية. وأخيرا، هذه هي النقطة، تبدو صغيرة للغاية لكنها أصل كل الأشكال الهندسية وبدايتها. مع السلامة أصدقائي.